العالمي احمد حسام ميدو مدرب لنادي الاسماعيلي، وانا ما عنديش اي اعتراض في ان احمد حسام ميدو يمسك نادي الاسماعيلي. يمكن ميدو من افضل الخيارات، او انا بشوفه من افضل الخيارات لنادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه، لكن انا عندي مشكله كبيره جدا مع اداره نادي الاسماعيلي في التخبط الكبير اللي هي فيه والعك الكروي اللي هي فيه بمعنى اصح. فخلونا نشرح في الفيديو ليه ميدو فعلا افضل اختيار لنادي الاسماعيلي، وايه اعتراضي على مجلس اداره نادي الاسماعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. وخلونا نبتدي كده كلامنا بميدو. ليه ميدو افضل خيارات نادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه؟ ميدو من افضل المدربين، او افضل فتره عاشها نادي الاسماعيلي في السنين الاخيره هي فتره تولي ميدو الامور الفنيه في نادي الاسماعيلي، وده كان موسم 2015 2016، ويمكن من بعدها نادي الاسماعيلي ما بيعملش حاجه غير ان هو بيصارع الهبوط. فافضل فتره كان النادي الاسماعيلي فيها بيقدم كوره كويسه، او كان النادي الاسماعيلي فيها فعلا مستوى كويس، هي الفتره اللي ميدو مسك فيها نادي الاسماعيلي. الحاجه الثانيه، خلينا كلنا عارفين نجوميه ميدو العالميه، وان الراجل لعب في انديه من اكبر الانديه الاوروبيه، وتعامل مع مدربين كبار، فده بيخلي ميدو يكتسب خبره لا باس بها زي ما بنقول. ويمكن الراجل شفناه فنيا زي ما بقول، سواء مع نادي الاسماعيلي او مع نادي الزمالك، او يمكن في انديه كتير هو مسكها في الدوري المصري، الراجل شفنا له لمحه فنيه كويسه جدا وبصمه فنيه كويسه جدا. وبعيد عن فكره ان ميدو افضل فتره عاشها النادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره كانت معاه وخبراته و الى غيره، بعيد عن كل الكلام ده، في ميزه مهمه جدا ونقطه مهمه جدا هي اللي بتخلي ميدو بالنسبه لي هو افضل خيار فعلا للنادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه. في اكتر من لاعب موجودين في نادي الاسماعيلي حاليا مستواهم الفني عالي جدا، لكن مستواهم سيء جدا دلوقتي في نادي الاسماعيلي، او مش عارفين يرجعوا لمستواهم اللي كانوا عليه في الفتره الاخيره. وعلى راسهم طبعا باسم مرسي وواحد زي صالح جمعه. الاثنين لعيبه المفروض ان هم فنيا وكلنا عارفين قدراتهم الفنيه ايه، لكن اللعيبه بقى لها فتره مستواها سيء ومش قادره ترجع تاني لمستواها. احمد حسام ميدو عنده ميزه او عنده ملكه ان هو بيعرف يتعامل مع اللاعبين كويس جدا، ويتعامل معاهم نفسيا كويس جدا، وده طبعا برضو اخده من خبرته في اوروبا. لكن زي ما بقول هو عنده الملكه وعنده النقطه دي. ولو اي حد يفتكر في موسم 2015 2016 رجوع شيكابالا للتوهج ورجوعه تاني لمستواه، كان على ايد احمد حسام ميدو في نادي الاسماعيلي. ويمكن دايما انا كنت بقول دي النادي الاسماعيلي صاحب فضل كبير على شيكابالا في ان هو يرجع تاني لمستواه الى غيره، لكن صاحب الفضل كمان على شيكابالا في الفتره دي ان هو يرجع فعلا لمستواه هو احمد حسام ميدو. تعامله الجيد مع اللاعب نفسيا، قدر ان هو يعني يحتوي لاعب زي شيكابالا ويرجعه، وده اللي محتاجه نادي الاسماعيلي حاليا. لان زي ما بقول نادي الاسماعيلي عنده اكتر من لاعب فنيا كلنا عارفين انهم كويسين وعندهم امكانيات كبيره جدا، لكن مش عارفين يرجعوا لمستواهم في الفتره دي. فمحتاجين المدرب اللي يقدر يتعامل معاهم نفسيا كويس، يقدر ان هو يحمسهم كويس، يقدر يخرج احسن ما عندهم زي ما بنقول كويس. وانا شايف ان ميدو من افضل الناس اللي تقدر تعمل ده. وزي ما بقول اكبر دليل واكبر مثال عودة شيكابالا لمستواه مرة تانية في نادي الاسماعيلي سنة 2015 2016 على ايد احمد حسام ميدو. مشكلتي بقى بعيد عن ميدو، يمكن انا قلت الراجل مميزاته ايه وان هو افضل خيار ليا فعلا في ان هو يمسك نادي الاسماعيلي، مشكلتي مع ادارة نادي الاسماعيلي هو التخبط. خلونا كده، احمد حسام ميدو ما كانش مدرب لاي فرقه من اول الموسم. انت كاداره انت كنت غش. افضل مدير فني مسك الاسماعيلي زي ما بقول في الفتره الاخيره هو احمد حسام ميدو. كنت من البدايه تفاوض معاه، كنت من اول الموسم تفاوض معاه. ايه مشكلتك في كده؟ لو كان جه هو من بدايه الموسم اختار اللعيبه اللي هو عايزها ورتب اوراقه زي ما بنقول، ودخل على الموسم من بدايته اوراقك كنادي الاسماعيلي مترتبه، كان هيبقى افضل بكتير. لكن انت جبت صفقات وجبت جريدو، مشيت جريدو، جبت مدير فني مشيته، جبت ميدو. طب ليه التخبط ده؟ ليه ما قصرتش على نفسك السكه وكنت بصيت للامر كده من بعيد؟ مين افضل مدرب في الفتره الاخيره مثلا، او مين افضل 2 3 مدربين فلان وفلان وفلان في الفتره الاخيره، كنت رحت اتفاوضت معاهم وكان الامر خلص وكنت ريحتك من العك كل اللي بيحصل ده. نادي الاسماعيلي لازم الدنيا فيه تبقى متنظمه واوراقك مترتبه عشان تقدر تخرج من الازمه اللي احنا فيها دي، او الازمه اللي بقى نادي الاسماعيلي فيها. فانا
كل مشكلتي وكل اعتراضي مش على ان ميدو يمسك نادي الاسماعيلي، كل مشكلتي وكل اعتراضي على كم التخبط اللي بتعمله اداره نادي الاسماعيلي، والمخاوف اللي عندي من ان مثلا احمد حسام ميدو لو دخل في مشاكل مع الاداره برضه يبقى احمد حسام ميدو بره النادي الاسماعيلي، ويرجع النادي الاسماعيلي في دوامه كبيره جدا تاني. فاتمنى ان اداره نادي الاسماعيلي تتعاون مع ميدو، ان هي يعني تبقى فاهمه ان المدير الفني بتبقى ليه طلبات وليه حاجات هو لازم يصر عليها عشان يقدر يقدم شيء فني كويس و الى غيره. واتمنى ان هي توفي له كل احتياجاته زي ما بنقول، سواء هو او اللعيبه، عشان يبقى في تركيز فعلا في الملعب، ما يبقاش الناس كلها مشتته وفي خلافات مخليه النادي الاسماعيلي في حالته دي، وان هو يبقى من سيء لاسوء. اتمنى والف مبروك لكابتن حسام ميدو تولين لاداره نادي الاسماعيلي. اتمنى كابتن ان احنا نرجع لموسم 2015 2016 تاني، ونتمنى منك ان احنا واحد زي باسم مرسي وواحد زي صالح جمعه، ناس او لعيبه المفروض ان هم يبقوا من لعيبه الصف الاول في مصر، نتمنى ان هم يرجعوا مره تانيه على ايدك.